ايه الحلاوه دي اقسم بالله. يخرب بيت جمالك. ايه ده؟ ايه؟ استنى. يا لهوي، جريمه الحلقه دي جريمه. تحذير: لو عامل دايت او ماسك ريجيم جامد فكمل سكرول، الفيديو ده مش ليك. ولا اقول لك خد استنى اقعد اتفرج، هو هيبقى ولا فرجه ولا اكل. يلا بينا بقى نبدا. السلام عليكم، اهلا بكم فيديو جديد مع احمد الشريف. حلقه النهارده من الحلقات اللي انا كنت حاطط في بالي اعملها من فتره، بس ما كنتش ناوي اصورها دلوقتي الحقيقه، ولسه مقرر اصورها دلوقتي بس من نص ساعه، وده بعد الخناقه او خلينا نسميها سوء التفاهم بين البراند ده وبين يوتيوبر مشهور قوي عندنا في اسكندريه. راينا ايه بقى في الموضوع ده، وايه هو البراند اللي معانا، والتفاصيل دي كلها هنخليها في الاخر، ونخش بقى في الموضوع على طول. بصوا، هو اونلاين ستور للديزرت بقى والحاجات اللي زي كده، وعنده بوكسات كده اكتر من نوع يعني، زي البومبوليني وحاجات تاني كتير. انا جبت من عنده بوكس بومبوليني، وجبت كمان من عنده اكبر بوكس عنده، هو اسمه بوكس الكينج. فيلا بينا بقى نشوف الكلام على ايه. نبدا باول حاجه بقى، هو بوكس الكينج. هي حجمه طالع كبير قوي، مش متوقع كده. هنفتحها بقى دلوقتي ونشوف مكوناته ايه. ايه الحجم ده؟ تقيل يعني. عايز اقول لكم الوزن البوكس ده مثلا ده يعدي 3 4 كيلو. هو المفروض ان هو جواه 6 حاجات. طبعا سعر البوكس ده 225 جنيه. نفتح كده ونشوف. يا نهار ابيض. ده هيجي لنا غيبوبه النهارده. الحاجه شكلها تحفه بصراحه. احنا هنطلعهم بقى صح ولا ايه؟ طب ده جميل ده. طيب ماشي، سليمه. طبعا الحمد لله لحقنا الحادثه قبل ما تحصل، بس الشكل اللي قدامي ده مبهر جدا. وبالنسبه لسعره دول 6 حاجات مثلا، انا بشوف مثلا البرامج زي ده اللي بيتباع في المحلات الكبيره بيخش له في 100 جنيه لوحده. كاتب عليه الحلو ليه هبه. شغل جامد. ماشي، نفصلهم كده ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه بصراحه واهم حاجه لازم نتكلم عليها، طبعا التوصيل ده من عنده هو، الباكجينج والتوصيل والحاجه وصل زي الصور اللي هو منزلها عنده على الفيسبوك بالظبط. فمبدئيا كده كتقفيل وكجوده توصيل بصراحه 100 100. نبدا اول حاجه، وده ميني كيك كندر. جريمه الحلقه دي جريمه. بسم الله. ايه ده؟ لا ثانيه كده. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي اقسم بالله. انا لساني عجز عن التعبير من كتر ما هي الحاجه تحفه. بصوا، هو اولا الكواليتي بتاعه الحاجه نفسها بصراحه طعمها فوق الفظيع، في نكهه كده او طعم تحفه جدا جدا جدا، وانا ما جربتوش عند اي براند بيعمل حلويات قبل كده. وبقول براند ان انا مش قصدي ان اي محل، لا، براند تقيل في نفس بصراحه في الموضوع هنا يا جماعه. تحفه جدا بالذات في الكريمه، تحفه فوق مما تتخيلوا. بصوا انا هقول لكم الاول هي عباره عن ايه. من تحت كده في طبقه كيك. بصوا كده، هي من فوق عباره عن طبقه كندر كتيره جدا من فوق، وكندر طعمه تحفه جدا طبعا. تحتيه بقى، وده اللي عجبني اكتر من طبقه الكندر اللي طعمها حلو، تحتيه ايه بقى؟ كيك وكريم. الكيك والكريم يا جماعه طعمهم لوحديهم كده من غير الكندر تحفه جدا جدا، كواليتي عاليه قوي، طعم محترم جدا جدا جدا. عارف انت كده لما تجيب جار كنافه او جار كيك من اي مكان، بيبقى اهم حاجه هو طبقه التوبنج اللي من فوق، والحشو اللي من جوه ده بيبقى اي كلام. هنا بصراحه طبق كله على بعضه لا تحفه جدا. انا عايز افتحه لكم كده، احاول افتحه لكم يا رب ما يتدلق. بصوا كده انا عامله ازاي من جوه. بصراحه منظرها تحفه. انا بالنسبه لي جواب كده باين من عنوانه تحفه جدا. نروح بقى للي بعده، هو ميني كيك نوتيلا. دي كده ايه شكلها سايح بصراحه شويه عن التاني، فدي غالبا انا مش عارف افتحها لكم بقى. من تحت كده ايه طبقه كيك شوكولاته، وده اكتر حاجه هعرف اعملها عشان هي ايه سايحه شويه في نفسها. شايف كده من فوق قطع كيت كات. ندوق كده ونقول بسم الله. اوبا يا لهوي. استنى يعني دي محتاجه تقعد في التلاجة اطول فتره ممكنه بصراحه. ده سامع قوي بس طعمها تحفه بصراحه. يعني عايز اجيب حته باللي فيها كريمه، عايز اخففها شويه عشان اعرف لكم في الكاميرا. خلاص بصوا كده كميتها قد ايه. بصوا الميني كيك شوكولاته دي او الميني كيك نوتيلا دي طعمها برده حلو جدا جدا، بس بصراحه طعمها اقوى بكتير قوي من الكندر. انا بالنسبه لي الكندر بصراحه كانت احلى بكتير، متوازنه كده ما تجزعكش، يعني ممكن تقعد تاكل منها هتبقى حلوه قوي. هنا لا، معلقه والثانيه لا هتقفل. يعني دي دسمه جدا جدا جدا، بس برده فيها نفس الكواليتي المحترمه اللي انا دقتها في الكندر. حلوه حلوه، بس انا بصراحه ميال اكتر للاولانيه الكندر. دي ذوق ودي ذوق. انا ذوقي في الحاجه الاخف شويه في السكر، دي سكرها عالي قوي بصراحه. كده احنا الميني كيك خلصوا، نروح بقى ايه لايتم تاني عنده. عادي بقى دي اختار ايه؟ اختار حاجه اخف شويه من التريليتشي. ماشي، ده طاجن كده شكله بصراحه تحفه جدا، والديفول اللي موجود ده مني انا مش منه هو. انا بصراحه مش عارف بقى ده تريليتشي واللي فوق ده صوص ايه. استنى كده نشوف. يعني حاجه كده في سكه العسل شويه شكلها كده من جوه. يلا بينا. يخرب بيت جمالك. عارفين واخدين ميكس كده بين القشطوطه وبين الهاني كيك مع بعض كده، طعم تحفه بصراحه. دي كده شكلها من جوه طعمها فظيع بصراحه. كيك طبعا التريتشي متسقسق في اللبن حلو قوي، عليه طبقه كريمه، لا كريمه محترمه طبعا مش بتاعه اي براند تاني. ومن فوق كده طبقه ويبنج كريم كده طعمها حلو قوي بصراحه، فيها نكهه العسل قوي جدا، عسل كراميل في السكه دي يعني. انا بس عايز اعرف ايه ده.
ده كراميل، كلها كراميل، دي قطعه كده كراميل حلوه قوي قوي دي كده بصراحه. في الرايق منه، طعمها هادي وخفيف جدا وما يجزعكش، حلو قوي. نروح كده للبرام اللي بعديه وهو برام لوتس. ريحته لوتس فظيع. ندوق كده ونقول بسم الله. صوص اللوتس عظمه عظمه. بس انا عايز ادوق الكيك تاني كده. بص، هو البرام ده طعمه حلو، طعم اللوتس فيه تحفه جدا، قوي قوي. بس ده اقل حاجه عجبتني في كل اللي جه. ليه بقى؟ الكيك نفسه اللي معمول بيه، كيك الشوكولاته نفسه اللي معمول بيه، ان هو من جوه كيك شوكولاته مش كيك فانيليا، لا دراي شويه، ناشف قوي، وطعمه مش زي اللي كان قبليه جدا. بلس بقى ان هو هنا كميه الكريمه اللي محطوطه قليله جدا جدا، يعني في طبقه الكريمه اللي تحت طبقه اللوتس دي خفيفه خالص، فمش مديه الطراوه للكيك اللي يخليه يبقى حلو، ميكس كده جميل جدا مع بعض. لكن كطعم لوتس بصراحه لا حلو. ماشي، نروح كده بقى للجارات ونشوف ايه الدنيا. ندخل بقى على ايه؟ جار الريد فيلفت. بصوا انا بعشق الريد فيلفت، بعشقه جدا، بس مش بشتريه لان قليل قوي اللي بيعرف يظبطه. شوف بقى هنا الكلام على ايه. الريحه مبدئيا تحفه. ندوق بسم الله. يعني في المعقول، يعني مش وحش، حلو. بصوا، هو طبقه طبعا ريد فيلفت من تحت، وبعدين طبقه كريمه، وبعدين طبقه صوص فراوله، في هنا صوص فراوله احمر، وبعدين طبقه ريد فيلفت تاني وكريم وشويه كيك ريد فيلفت كده من فوق وعليهم الصوص. انا اكتر حاجه فيها مش عجباني بصراحه الكيك اللي في النص ده مفرفت خالص، يعني مش ماسك في نفسه كده يديك طعمه حلو او قوام حلو، لا خفيف كده خالص ومفرفت جدا في بعضه. يعني بصوا عامل ازاي مفرفت خالص. كذلك برضه صوص الفراوله طعمه حلو، بس الميكس مش ماشي مع بعضه. فلا الريد فيلفت بالنسبه لي كده كواليتي مش وحشه، بس انا كطعم كده على بعضه مش راكب معايا بصراحه. شوف بقى اخر حاجه في بوكس كينج، وهي جار شوكولاته كده شكلها بالنوتيلا برضو، وباين برضو هنا نفس الطبقات، طبقه كيكه، بعدين طبقه ويب كريم كريمه، وطبقه ويب كريم شوكولاته وكيكه، وبرضو يعني بالتتالي كده. ندوق كده حته ونقول بسم الله. الشوكولاته عنده بتبقى سايحه قوي بصراحه، وده ان دل على شيء فيدل ان هو مستخدم شوكولاته بكواليتي محترمه شويه. هنا الكيكه شايفها ماسكه شويه عن الريد فيلفت، ما كانتش عجباني، فان شاء الله تطلع هنا حلو. نقول بسم الله. طعمها حلو قوي، بس انا حاسس ان هي ما بتفرقش حاجه عن الميني كيك اللي دقتها في اول الحلقه، نفس الطعم كده مش بعيد خالص عنه. بس بصراحه الثانيه الاولانيه اللي كانت في اول الحلقه كانت عاجباني اكتر. دي برضو طعمها مش وحش، حلو قوي، بس الثانيه الكيك كان ماسك نفسه شويه عن دي، فكان مديني طعم احلى. كده بقى احنا خلصنا بوكس الكينج. نسكت بقى على كده؟ لا ما نسكتش، نخش على البومبلين على طول. لازم احد اهبط. بوكس البومبليني كاتب بقى شويه كلام كده حلو قوي. الحلوه عندنا في قلبك، في قلبك. مين اللي كان بيقولها دي؟ ما علينا، بكتبوا لو عرفتوا مين. البوكس ده ريحته تحفه. ايه الريحه دي؟ ريحه المخبوزات بصراحه. اول ما فتحت العلبه نفوخ كده على طول، متقفله كده. بصوا دول المفروض كده 8 بومبوليني، 2 من كل نوع، نوتيلا وكراميلا بندق وكندر ولوتس. بصراحه وزن العلبه دي كده تحفه جدا، يعني وزن العلبه دي كده يعدي ال 2 كيلو، والواحده نفسها محمله، يعني شكلها تقيل جدا يعني. وطبعا جايب مع كل نوع الصوص بتاعه، يعني جايب مع ده صوص نوتيلا، وهنا شايف صوص كراميل، صوص كندر، وصوص لوتس تقريبا. نفتح كده اول واحده. ايه الحشو ده؟ كميه الحشو واللغوصه فظيعه، عايزه جلافز ده يا جدعان، بحط جلافز معاها يا عم الحاج. ندوق كده النوتيلا ونقول بسم الله. العجينه نفسها تحفه، طريه جدا وهشه قوي، تحس ان العجينه جوسي. عارف انت بقول لك الجوسي، العجينه دي جوسي. طبعا الشوكولاته النوتيلا المحطوطه خامتها حلوه جدا، طعمها تحفه قوي. ستاف طبعا كميه الشوكولاته اللي انتوا شايفينها دي، انا مش عارف بصراحه الصوص ده انا هحطه فين، هي مليانه اهي، هحطه فين بقى مش عارف. عظيمه بصراحه. شوف اللي بعديها بقى، دي كراميل بندق. افتحها كده ونشوف ايه ده. ايه؟ استنى ايه البزازه ده؟ ندوق يا باشا. يا لهوي. الحمد لله ان انا دقت النوتيلا قبل ما ادوق دي، لان انا لو كنت دقت دي بعد كده دقت النوتيلا كنت اقول لكم عن النوتيلا وحشه جدا، من كتر ما دي في حته تانية خالص. العجينه طبعا تحفه جدا زي اللي في النوتيلا، بس الحشو بتاع دي والصوص بتاع دي مودي العجينه ومودي الطعم كله بصراحه في مكان بعيد قوي. طعم الكراميل ده اللي هو خفيف كده ورايق قوي مع العجينه التحفه دي، مفيش حاجه ممكن اقولها اكتر من ان طعمها خرافي فعلا. خلاص مش هتكلم اقول حاجه تاني. شوف الكندر يا عيني. نقول بسم الله. حلوه جدا، هي قريبه قوي من بتاعه النوتيلا بس بصوص كندر، اللي كانت مختلفه بصراحه. اللي كانت بالكراميل دي لا، كان طعمها مختلف شويه عن بتاعه النوتيلا ومختلف عن الكندر. دي طعمها حلو جدا، قريبه من النوتيلا، بس طبعا بالطعم الاخف شويه اللي بيبقى بالنسبه لي انا ده ذوقي انا اكتر يعني. شوف بقى اللوتس اخر حاجه دي كده شكلها من بره. افتحها كده، اعتقد هتبقى زي الكندر برضه والنوتيلا. ندوق ونقول بسم الله.
انا بقى المره دي اللوتس هنا عجبني قوي عن اللي كان موجود في بوكس الكينج. لو هرتبهم لك دول بذوقي انا، فلا الكراميل اول حاجه، وبعد كده اللوتس، بعد كده الكندر، بعد كده النوتيلا. مفيش حاجه بصراحه في البوكس ده مش وحشه، يعني البوكس كله بصراحه لا تحفه جدا جدا جدا. مفيش، انا طبعا الصوصات دي كده مفيش نفس ان انا اقدر ادوق حاجه تاني فيهم بصراحه، وهو مش محتاج صوصات، بس دي حاجه اكسترا كده هو حاططها. ما توقعتش ان هو هيجيبها اصلا، انا شفتها في البوست عنده على الفيسبوك بس ما توقعتش ان هو هيجيبها، افتكرتها اعلان. نادرا اول لما تلاقي مكان بيعمل لك الحاجه اللي موجوده في الحقيقه زي الاعلان بالظبط. نقفل بقى كده ونروح للملخص ونشوف ايه الدنيا. طيب للي ما يعرفش بقى سوء التفاهم اللي قلت عليه في الاول، فده كان بين منعش معروف طبعا وبين كينج مافن، ده الستوري اللي انا جبت منه الحاجات النهارده. انا وجهه نظري الشخصيه بصراحه يعني متفقه جدا جدا مع منعش، لان هو ده نفس الكونسيبت بتاعي هنا في القناه او في البيج. يعني انا هنا عندي في الصفحه ما ينفعش اطلع اقول رايي للناس بناء على ان انا واخد 8 اعلان من حد عشان اقول ان ده احسن مكان او ان الحاجه دي ارخص حاجه. وكل التجارب اللي جربتها عندي في الحلقه سواء اللي فاتت او اللي هتيجي بنفس الطريقه دي، اللهم الا بس لو كان مكان او براند لسه بيبدا وعامل حاجه وحسيتها انا مختلفه فعلا فبجربها بناء على دعوه منه، بس بكون بشترط على المكان اللي هجرب من عنده قبل ما ابدا اجرب اصلا ان لو الحاجه نفسها ما عجبتنيش مش هنزل الحلقه اصلا. مش معقول هطلع اقول للناس المكان ده عمل لي مثلا دعوه او بعت لي عشان اجرب حاجه واطلع اقول ان لا الحاجه دي وحشه، هيبقى اول بدايه تعارف ليك مع الناس ان انت حاجتك وحشه، فمش هنزل الحلقه اصلا. طبعا الشغل بالطريقه دي جايز يكون مكلف جدا بالذات على واحد زي كده لسه في بدايه طريقه، بس يعني هو ده اللي هيخلي البيج دي قدام هتكبر وهيبقى ليها شأن كبير بسبب المصداقيه اللي انا حابب ان هي تكون موجوده. مش حابب ان هي تكون صفحه اعلانات او ان هو يكون مكان لان اي حد عايز يعمل فيه اعلان يجي، لا انا هنا هدفي الاساسي في القناه ان القناه دي او الصفحه دي تكبر بالناس، يبقى في ثقه بيني وبين الناس، هو ده اهم حاجه عندي في القناه. طيب ليه بقى جبت كينج مافن النهارده؟ عشان زي ما انا قلت كده انا كنت كده كنت مخطط وحاطه عندي في الليسته ان انا ناوي اصورها الشهر ده، وعشان حسيت كمان ان صاحب المكان بصراحه محتاج دعم لما اتفرجت على الفيديو بتاعه ومحتاج كمان شويه سبورت. فانا بصراحه هو ليه عندي رساله، حرام عليك تبقى بتقدم الكواليتي بالطريقه دي وميبقاش عندك مكان، لا لازم تاخد الريسك وتفتح مكان. انت ما شاء الله عليك عندك صفحه مش وحشه على الفيسبوك وعندك اهم من كل حاجه عندك منتج حلو جدا ونضيف جدا وخاماته تنافس اتخن حلواني في اسكندريه او يمكن في مصر كمان كلها. الكواليتي دي بالسعر دي، وطبعا انت اكيد هتغليه شويه لما تعمل مكان، بس ان انت تبيع مثلا واحده بونبوليني زي دي ب 18 جنيه ومتوسط السعر في البوكس اللي انا جربته اوريني بوكس الكينج 36 جنيه، فانت عامل سعر تحفه جدا على الحاجه اللي انت بتبيعها. زي الميني كيك اللي انا دقتها في الاول في بوكس الكينج دي اللي كانت عاجباني جدا، دي لو هجيبها من حلواني مثلا زي دليس هتعدي 150 جنيه لوحديها، انت هنا بتبيعها بمتوسط سعر 36 جنيه، لا تحفه جدا. طبعا حاجه تانية انت برضو مقيد نفسك شويه بموضوع البوكسات، لا حاول برضو تنزل لو انت مثلا حابب ان حد يعمل بوكس على مزاجه زي ما انا كنت عايز اطلب ممكن يبقى عامله. يعني انا مثلا كان نفسي اجرب التشيز كيك بس مش هجيب بوكس كامل تشيز كيك مع البوكس الكينج برضو اللي انا كنت عايز اجيبه مع بوكس بومبليني كان هيبقى كتير قوي عليا، فلازم برضو تدي حته التنوع شويه في المنتجات. وطبعا اخر عتاب عليه ان انا لما جيت كلمته من بروفايل انا الشخصي مش الصفحه، قال لي لا انا ما عنديش غير بومبليني، وسالته هل ده هيبقى على طول ولا النهارده بس، قال لي لا ده على طول. بعدها ب5 دقايق المدام كلمته على من البروفايل بتاعها برضو الشخصي وطلبت الاوردر اللي انا جبته النهارده، قال لها حالا يكون عندك وجا في خلال ساعه تقريبا. فليه انت المفروض عايز تبيع؟ يعني ليه بتقفلها في وشي او تعرفني انا فعشان كده ما رضيتش تبيع لي مثلا وخايف من حاجتك تطلع وحشه، ولا هو موضوع ست وراجل ولا ايه؟ انا بصراحه مش عارف، بس انا شايف ان الحركه مضايقتني شويه، بس بصراحه الحاجه صلحتني يعني والحاجه طلعت حلوه جدا وتحفه جدا بصراحه. وبس كده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم واشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام.